شكرا للزميل العزيز حماد العنزي، وشكرا لمضر اليوسف. هارد لك للمنتخب السعودي، هارد لك للجمهور السعودي. خسارة المنتخب السعودي خروجه من بطولة آسيا للناشئين وعدم تأهله للدور المقبل، إذن وعدم تأهله إلى ريو. هذا المنتخب بصراحة هو عار على المنتخبات السعودية، ولا يحسب على المنتخب السعودي بتاتا، وهذا المنتخب للنسيان بتاتا. يعني هذا المنتخب للنسيان، هذا المنتخب السعودي للنسيان. لا يمكن أن يصف بالأخضر السعودي بهذا الشكل، ما عدا بصراحة الحارس أحمد الحربي اللي يستحق كل التحية والتقدير، وارفع له بصراحة عقالي لهذا الحارس فقط من المنتخب السعودي. هو ليس بذلك المنتخب الذي يدخل البطولة ونقول بأنه سوف يتأهل إلى النهائي أو سوف يفوز بهذه البطولة ويتأهل. لا، يعني شيء غريب وشيء عجيب بصراحة هذا المنتخب. أريد أن أصحح شيء بشيء. ركلة الجزاء تعطى للاعب مادو اليوم، يعني مادو ما في، ما بصراحة ما شفت على الأخطاء، لكن يعطى لهذا اللاعب لكي يسجل، لكي يصحح خطأ المدرب. ليس خطأ هو، لكن خطأ من اختاره في هذا الزمن وفي هذا الوقت. هذا اللاعب يمكن عنده الإمكانيات الكبيرة وعنده ممكن ما يعطي، ولكن ليس في هذه الآونة. يمكن وتحدثوا كثيرين من السعوديين في خاصة في تويتر، هناك من يستحق أن يدخل المنتخب، هناك من مثل المنتخب وأهل المنتخب إلى هذا الدور، إلى هذه البطولة، ولكن لم يجدوا لهم مكان. شيء غريب وعجيب وعلامة استفهام كبيرة. أحمد الحمادي ما سمعتك مخرجنا، نذهب إلى الأهداف. أنا آسف.